طبعا بيعمل في الاخر تخشينه لمحاره الارضيه عشان البورسلين لما يتحط يلزق عليها يكون ايه ماسك كويس. لما انا احط لوحه الخدمات جنب اللوحه الرئيسيه اصبح عندي الراوتر مش هيخدم على الشقه كلها. طبعا ضمينا دي كانت بلكونه، فتحنا البلكونه، المحاره الجديده باينه اهيت، دي كلها محاره جديده. احنا فتحنا البلكونه وكبرناها عشان خاطر نوسع الدنيا، وفي نفس الوقت ده كله هيبقى المونتال الجرار. المحاره بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن سن زيرو ورمل واسمنت، ولازم تحط عليها ايدي بوند عشان خاطر يقوي الصبه بتاعتها. الرسمه ماشيه هنا وهنا مع ايه؟ مع البلاطه نفسها. كميه الكليبسات او الصلايب لما بتقرب المسافات بتظبط معاك البلاطه، عشان خاطر انت هنا لما بتبعد الكليبس عن بعضه ما بتقدرش تتحكم في تقويسه البلاطه، لكن لما بتقرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم المهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي. احنا النهارده في موقع من المواقع في شبرا مصر، بالتحديد في اغا خان. المساحه هنا كبيره شويه، ضمنا شقتين على بعض. دلوقتي شغالين في محاره الارضيات، خلصنا سباكه وكهرباء. هنشوف برضو محاره الارضيات وطريقه عمل محاره الارضيات، بس خلينا الاول نبص على محاره الارضيات وبعد كده نتكلم في شغل الكهرباء كله وشغل السباكه والتنسيق اللي احنا عاملينه. تعالى كده دقيقه واحده. هنا هم شغالين لا هنا احنا شغالين في محاره الارضيه. تمام. الارضيه بتتمحر الارضيه معايا لما اكون هعمل بورسلين، لان البورسلين بيفضل ان انا اعمل صبه في الارضيه، لان البورسلين زي ما احنا عارفين بيتعمل بماده، فيفضل ان انا اعمله على خرسانه. طب في ناس يقول لك يا عم لا، البورسلين بيتعمل من غير خرسانه، من غير صبه الارضيه. في طريقه ثانيه ممكن اعمل بيها البورسلين بالماده من غير ما اصب الارضيه، بس في الحاله دي هضطر افرش الارضيه مونه الاول، وبعد ما افرش مونه وانا بعمل البورسلين احط الماده في ظهر البورسلين واسيبه ينشف من 12 ل 4 من 8 ل 12 ساعه، وبعد كده بلزق البورسلين على الارضيه. طب دي طريقه ثانيه ان شاء الله لو اشتغلنا بيها في موقع من المواقع برضه هنصور بيها فيديو ان احنا نركب البورسلين من غير ما نصب الارضيه. طبعا عشان تصب الارضيه لازم تعمل اوتار الاول. احنا عاملين هنا اوتار كل متر ونص المتر بتعمل وتر، الوتر ده اللي هو المنسوب او الشرب اللي انت بتشتغل عليه. تمام. طبعا احنا صبنا الشقه كلها من جوه، هنشوفها دلوقتي. في بس ملحوظه هنا في الاول، هنا احنا عندنا هنا في الموقع هنا ان الريسبشن كله معمول رخام. نزوم هنا كده، هنا الريسبشن معمول رخام. طيب انا علشان امشي الشرب الرخام مع البورسلين لازم احترم سمك السيراميك وسمك الماده. طيب السيراميك بيختلف من نوع لنوع، ممكن اجيب سيراميك السمك بتاعه سنتي وفيه 7 مللي وفيه سنتي ونص، فلازم اعرف كويس قوي السيراميك اللي عندي كام سنتي او كام مللي، واعرف الماده اللي هتتحط قد ايه، بحيث ان انا لما امحر اكون محترم الكلام ده. لما اجي احط الماده والبورسلين معلاش عن الشرب بتاعي اللي هو في الريسبشن او الرخام الموجود في الريسبشن. احنا هنا واطيين 2 سم عشان نسيب سنتي للبورسلين وسنتي للماده اللي تحت البورسلين. لو دخلنا كده على الحمام، هنا الحمام طبعا هنا الحمام عملنا الارضيه بتاعته اوطى شويه حوالي نص سنتي، علشان خاطر الحمام لازم في الطبيعي ان هو يبقى اوطى من الخارج، عشان لو في ميه في الحمام تروح على البلاعه. ما ينفعش البلاعه تبقى ايه اعلى نقطه، المفروض البلاعه بتبقى اوطى نقطه. هنا برضو ده لسه شغالين فيه. الجزء اللي خلص ورا هنا دي اخر غرفه خلصت. طبعا بيعمل في الاخر تخشينه لمحاره الارضيه عشان البورسلين لما يتحط يلزق عليها يكون ايه ماسك كويس. تمام. ده بالنسبه لشغل المحاره كله احنا شغالين فيه. بالنسبه لشغل الكهرباء برضو الملحوظه اللي بتكلم فيها كتير، لو بصينا على لوحه الخدمات معموله فين؟ معموله في وسط الشقه. معموله احنا اصلا هنا في الواقع اصلا ان دول كانوا شقتين وضمناهم على بعض. لوحه الخدمات حطيناها في وسط الشقه بحيث انها تخدم على الشقتين او على الشقه الكبيره. لو حطيناها جنب لوحه رئيسيه ده بيكون فيه مشكله ان الراوتر هنا بقى. دي الملحوظه اللي انا بتكلم فيها، ان البعض بيستغل بيلقي النظر عنها خالص. اللي هو يقول لك يا باشمهندس ما تحط لوحه الخدمات جنب اللوحه الرئيسيه. تعالى معايا كده معلش دقيقه واحده للوحه الرئيسيه. بص هنا اللوحه الرئيسيه فين؟ هنا. تمام. اغلب المهندسين يقول لك حط اللوحه الخدمات جنب اللوحه الرئيسيه.
طب انت هنا في الحاله دي انت عندك هنا الشقتين مفتوحين على بعض ما شاء الله، يعني دي الروح الرئيسيه ما شاء الله. اخر الشقه هتمشي حوالي 30 متر. اخر الشقه فين؟ بص معايا، اخر الشقه فين؟ لسه ورا خالص. طب انا المسافه دي كلها لما انا احط لوحه الخدمات جنب اللوحه الرئيسيه اصبح عندي الراوتر مش هيخدم على الشقه كلها، لكن لما احطه في الوسط هنا واحطه على مستوى عالي عشان الاطفال هيخدم معايا على الشقتين بالكامل. طبعا في الريسبشن هنا عملنا شويه تعديلات كهرباء، العلب كلها الجديده دي كلها هنا برضو موضوع الشاشه 3 علب فوق و3 علب تحت عشان خدمات لو جت في العالي او جت في الواطي كنت عامل حسابي على كل حاجه. تمام. هنا طبعا البراز دي كلها عملنا هنا حساب ركنه وعملنا على البراز عاليه، وهنا طبعا الاباريك دي كلها عشان البانوهات المعموله هنا. في هنا بانوهات على الجنبين، البانوهات ديت معمول حسابها في الاضاءات بتاعتها وفي كل حاجه. تمام. طبعا ضمينا دي كانت بلكونه، فتحنا البلكونه المحاره الجديده باينه اهيت، دي كلها محاره جديده. احنا فتحنا البلكونه وكبرناها عشان خاطر نوسع الدنيا، وفي نفس الوقت ده كله هيبقى المونتال الجرار. تمام. ودخلنا الجزء ده معانا في الريسبشن بحيث ان هو كله يبقى مع بعضه. برضو اليمه الثانيه كذلك، اليمه الثانيه كانت في بلكونه فتحناها وضمناها على الداخل. تمام. بس انا كنت عاوز اتكلم في ملحوظه المحاره الارضيات، ناخد بالنا من كذا حاجه من الاوتار. وبرضو هنا الكهرباء الليد كله الاباليك اللي طالعه في الجناب دي كلها هتبقى فيها اباليك وفيها بانوهات فمعمول حسابها. وهنا طبعا زي ما خرجنا هنا، طبعا خرجنا هنا زي ما قلت خرجنا وضمنا دي للداخل، فاضطرينا نمحر الجنبين ونظبطهم واممنا المعبره دي كلها عشان خاطر تبقى معانا فين؟ تبقى معانا في الريسبشن. طبعا الريسبشن ما شاء الله حاجه كبيره جدا، هنستغله طبعا في التصميم في الشغل البدائل وفي شغل الديكور كله هيستفيد بيه جامد. هنا شغالين في المطبخ برضو، شغالين هنا في محاره الارضيه بتاعه المطبخ. المحاره بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن سن زيرو ورمل واسمنت، ولازم تحط عليها ايدي بوند عشان خاطر يقوي الصبه بتاعتها. بتخلطها وبتبدا اول حاجه تشد الاوتار وبعد كده بتفرش الكلام ده كله في الارضيه. تمام. هنا طبعا الحمام ده ما عملناهوش لان الحمام ده كله هيبقى مفيش فيه ماده خالص، هيبقى سيراميك عادي، فما حرناهوش عشان ما نكلفش على الفاضي. معانا هنا ده المرايه بتاعت حوض معمول من البورسلين. الحوض هنا اهو عباره عن حوضين جنب بعض. تمام. الحوضين دول دي المرايه بتاعتهم، طبعا لسه بيتفنشوا ان شاء الله لما يتعملوا جوه هنصورهم مع بعض. ودي القاعده بتاعت الشاور، القاعده المعلقه بتاعت الشاور. تمام. ده معانا المطبخ، شغالين في المطبخ. تعالى معايا. في حاجه فنيه هنا كده انا حابب اوضح عنها وجميله جدا. هنا عندنا الحمام الماستر. تمام. الحمام الماستر هنا فيه فتحات. قرب معايا كده هنا. شايف الحته الفنيه دي؟ الرسمه ماشيه هنا وهنا مع ايه؟ مع البلاطه نفسها. دي الفتحات طبعا، ده الاضاءه بتاعت الفتحات بتاعتنا اللي موجوده في الحمام الماستر. طبعا هنا الشاور، هنا في بانيو، هنا الشاور القاعده المعلقه اللي احنا كنا موريين صورتها بره البيضه هتبقى في المكان ده، وهنا الحوضين جنب بعض هيبقوا في المكان ده موجودين. هنا الحوضين مع بعض. لسه لما يتفنشوا ان شاء الله هنحاول نظبطهم يبقوا حاجه جميله ان شاء الله. تعالوا نبص كده على الارضيه. هنا برضو شغالين. هنا ده سيراميك. تعالى معايا كده. هنا في الغرفه هنا كميه الكليبسات او الصلايب لما بتقرب المسافات بتظبط معاك البلاطه، عشان خاطر انت هنا لما بتبعد الكليبس عن بعضه ما بتقدرش تتحكم في تقويسه البلاطه، لكن لما بتقربه بتعرف تتحكم في تقويسه البلاطه ان هي تطلع ما تطلعش منك او تنزل منك من البلاطه نفسها. طبعا هنا المعابر دي كلها هتبقى رخام تفصل الجزئين عن بعض. هنا طبعا في حاجات كانت قديمه معموله ما جددناهاش. جددنا هنا البلكونه برضو جددناها. هنحاول برضو نعمل معابر توضح الاثنين عن بعض. تمام. هنا احنا دمجنا الشقه دي مع الشقه دي، بحيث هنا لسه ما كملناش. طبعا هنا دمجنا الشقتين مع بعض وشغالين فيهم، فربنا المستعان كده نخلص البورسلين وان شاء الله هنعمل فيديو كامل للبورسلين بالكامل ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.